وكيل عام للملك يأمر بإيداع هيام ستار إلى سجن عكاشة بعد الكشف عن تقارير الطب الشرعي واعتراف هيام بحقائق جد خطيرة ولأول مرة. تفاصيل جد مثيرة اللي غتعرفوها في هذا الفيديو إخواني أخواتي. حاولوا أنكم تبقاو معنا من الأول حتى نهاية الفيديو، ما تبخلوش علينا متتبعي الكرام باللايكات ديالكم البارطاج، وما تنساوش تفعلوا من خلال التعاليق. ونبداو على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي داخل وخارج أرض وطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. في تفاصيل خطيرة بعد الكشف عن نتائج الطب الشرعي على رتاج الابن البكر ديال هيام ستار بعد تدخل جمعية حقوقية، وجاءت التحريات لتؤكد صحة الواقعة، خصوصا الكدمات اللي كانت على وجه أو لا على مستوى الفخذ وكذلك البطن. وتم استجواب بناء على زوج هيام ستار واللي أنكر كل التهم في اعترافات رتاج وريان بتعرضهم لللفظ المعنوي والجسدي بعد نهاية كل لايف. ومن جانبها اعترفت هيام ستار بتعنيف أولادها بدعوى أنها كتحاول تأدبهم. يعني هيام ستار كتضرب ولادها، كتعنفهم، كتعايرهم على أساس أنها كتربيهم. إخواني أخواتي، وبناء على تعليمات من الوكيل الملك وبعد انتهاء من الحراسة النظرية وعرضها على طبيب نفساني اللي تتأكد كل الفحوصات والتقارير أنها لا تعاني من أي اضطراب نفسي، وإنما هي في كامل قواها العقلية، وكما كانت كتدعي أنها مريضة نفسية وأن عندها أوراق طبيب وأنها كتشرب الدواء وكتخرج في المواقع التواصل الاجتماعي وفي اللايفات. والصادم والغريب أنها دارت واحد الحساب البنكي يعني في القناة ديالها على أساس أنها تلقى مساعدات مادية، فما بالك يعني الأرباح اللي كانت كتوصلها يعني من جراء اللايفات والفيديوهات، واللي بعض المصادر كتقول بأنها تقدر توصل أكثر من 7 ملايين سنتيم، يعني مبالغ كبيرة. لكن أنها دائما تدعي أن هناك الفقر، أنها يعني الحقوق ديالها مهضومة، وأنه زيد وزيد شي حوايج. ربما إخواني أخواتي حنا مصدومين فعلا من هاد الخرجات ديالها وهذا الكلام ديالها. وحتى الغريب والصادم أنها يعني كتحاول يعني تهجم على المتابعين ديالها، وكتحاول أنها تسبهم وتعايرهم على المباشر، ورغم ذلك متبعين مازال متبعينها. وهذا الشيء كيبين على اساس فعلا انه هيام ستار يعني غير كيحاولوا انهم يتبعوا على الهبال ديالها، غير ديك الهبال ديالها. ربما انهم كيضحكوا بفعل ديك التصرفات ديالها، والاكيد الان جابت الربحه، فعلا جابت الربحه. وهي الان يعني بالسجن عكاشه، وللأكيد أن الجلسات اللي غتكون في الأيام القليلة القادمة واللي غتكون جلسات ماراطونية، وبالفعل حتى هي غدير المحامي ديالها باش يدافع عليها يعني. ولكن أن هذيك التهم اللي هي خطيرة واللي هي فيها السب والشتم وإهانة المؤسسات الدولة والسب الملك وما إلى ذلك وإهانة الديانة، وهذا الشيء اللي صراحة إخواني أخواتي اللي غيعرضها لأقصى عقوبة، واللي تقدر توصل إخواني أخواتي لأكثر من 5 سنوات سجنا، لأنها هي الآن يعني عندها جناية. يعني راه صراحة جناية هذه القضية اللي فيها، هي الآن راه جناية. وعليه وبعد تحقيقات ماراطونية أوامر بإيداع هيام ستار لسجن عكاشة بناء على ملتمس من الوكيل الملك في انتظار استنطاقها تفصيليا. وسبق وأن تقدمت يعني جمعية مغربية حقوقية بالشكاية في الموضوع قضية السب والشتم لمؤسسات الدولة وتعنيف الأطفال ديالها، بالإضافة إلى اعتناقها ديانة مع الإساءة لذات الإله، وهذا الشيء اللي هو خطير وخطير جدا. ومن جهتها تدخلات جمعية حضانة الأطفال على الخط
بعد ما رفعت واحد الملتمس لدى القضاء لتبني أبناء هيام ستار في حالة متابعة بنعلة. يعني في حالة متابعة بنعلة يعني بطبيعة الحال قضائيا، خصوصا وأنه على خلفية الشكاية اللي وضعتها إحدى الجمعيات بعد السب والشتم. والأكيد أن هذه الشكاية اللي ربما إخواني أخواتي غتخلق له بعض المشاكل، وربما يعني تقدر يعني توصلوا إلى القضاء إذا كان فعلا هاد التهمة أو هاد الشكاية ثابتة في حقه. الآن قضية زوج هيام ستار بنعلة، واللي توصل بالشكاية في الموضوع من طرف الضابطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على خلفية بعض الاتهامات اللي نسبتها ليه يعني هيام ستار، واللي نخص بالذكر إخواني أخواتي السكر العلني وتناول الممنوعات والاتجار في المخدرات. وهذه ربما إخواني أخواتي هنا كيتبين فعلا أن هيام ستار بغات تجر معها الزوج ديالها يعني بأي طريقة، فهي دخلت للسجن حتى بنعلة تا هو يدخل السجن، تا راه عنده سوابق. فهي كانت دائما كتحلف فيه ودائما كتسبو دائما. يعني ربما اخواني اخواتي الا شفتوا اللايفات ديالها والخرجات ديالها في مواقع التواصل الاجتماعي يعني كتدعي على هذا الزوج بالموت، بالهلاك، بالحادثه السير، يعني بالكسيده، يعني بهاد التصرفات وبهذا الكلام. ربما هاد هيام ستار هاد الخرجات ديالها وهذا الشيء كله، هاد زلة اللسان، يعني ربما هذا زلة لسان، ربما انها كانت تنوي فعلا انها تخلق الدوز، لكن اخيرا شو الضحك فين كيوصل بها، فين وصلها فعلا، فين وصل هاد هيام ستار. الضحك وصلها الى واحد المسألة اللي خطيرة وخطيرة جدا، حتى انها كانت كتلاعب بالحالة الصحية ديالها وكتقول للمغاربة انها مريضة نفسانيا، حتى انه يعني تم عرضها لدى طبيب نفساني واللي كشف عن الحقيقة ديال هاد هيام ستار، واللي تبين فيما بعد انها راه ما مريضة، راه حتى شي حاجة من هاد القبيل، السيدة في كامل القوى العقلية ديالها. يعني الان راه هي في واحد الورطة كبيرة، فكل التهم المنسوبة اليها هي واضحة، وهنا لا يبقى الا المحاكمة بعد ما تكون يعني واحد الجلسات ماراطونية كيف ما وقع لولد الشنوية، فغيوقع لهيام ستار. ربما التفاصيل وكذلك المستجدات ديال هذا الملف اللي غتكون فيه مفاجآت كبيرة وكبيرة جدا. راه هيام ستار اخواني اخواتي راه كما كنقولوا غير حمقى، راه غير حمقى، راه تقدر تجبد شي اشخاص اللي هما متورطين معها، وكما كنا كنسمعوا ان كاين شي مسؤولين كيحميوها فعلا في القضيه ديالها. ربما انها ما تسكتش في هذه القضيه لانها عطات فلوس صحيحه، خسرات فلوسها فعلا، خسرت فلوسها باش انها ما تتمش متابعتها. والان يعني راه توضعت في الامر الواقع، والاكيد ان قاضي التحقيق اللي غيتم استجوابها بجميع التهم المنسوبه اليها، والاكيد ان المحامي ديالها حتى هو غيحاول يدافع عليها، لكن راه كل التهم راه هي يعني منسوبه وهي يعني ثابته في حقها، وداك الشيء كله راه في مواقع التواصل الاجتماعي يعني موثوق، فعلا موثوق. راه غير ديك الفيديوهات ديك العري والخرجات ديالها كتثبت حقيقه هاد هيام ستار. اخواني اخواتي، فباش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو ما تنسوناش باللايكات ديالكم، كذلك البارطاج. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.